هؤلاء هم من سيختارون المدرب الجديد لمنتخب الجزائر. كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم فأف اليوم الثلاثاء تركيبة اللجنة الخاصة التي عينها رئيس الهيئة الكروية الجزائرية وليد صادي لدراسة قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني الأول خلفاً لجمال بلماضي. وأوضح اتحاد الكرة الجزائري في بيان له أن الأمر يتعلق بكل من عامر منسول المدير الفني للاتحاد الجزائري لكرة القدم ومحمد معوشي عضو فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي وفؤاد شيحة مدير التكوين لدى اتحاد الكرة الجزائري ورابح سعدنا مدرب السابق للمنتخب الوطني وومبوعلم لعرومة المدير الفني السابق للفاف وأمين غيموز الذي سبق له تدريب منتخب الفئة الشابة للجزائر إضافة لكريم قاصدي عضو المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم ومكلف بالمنتخب الوطنية. ولفت الفاف أن الجوانب القانونية والمالية ستتم دراستها من طرف اللجان والمصالح المختصة التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم. وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن الأحد الماضي على موقعه الإلكتروني الرسمي أن رئيس الهيئة الكروية الوطنية وليد صادي سيقوم يوم الاثنين بتنصيب لجنة خاصة لدراسة قائمة المرشحين لشغل منصب مدرب لمنتخب الوطني وأنه استقدم نتائج عمله في غضون 10 أيام. وأوضح بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن هذه اللجنة الخاصة ستعقد اجتماعها الأول يوم الخميس المقبل بمقر الفاف بدال إبراهيم بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة. ولم يكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاصلة هوية المرشحين لخلافة المدرب جمال بلماضي على رأس منتخب الجزائر، لكن الوسط الرياضي يتداول منذ عدة أيام بعض الأسماء على غرار الفرنسي هيرفي رونار والبوسنيين وحيد خليل وزيتش ومحمد بزدريفيتش البرتغالي نكروش وبيسر ووالي كرواتي بيتر وفيتش. من سيكون مدرب الجزائر الجديد؟ للتذكير، كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن الثلاثاء الماضي في بيان رسمي عن فك الارتباط مع المدرب جمال بلماضي دون التوصل لاتفاق نهائي حول صيغة فسخ العقد. ويأتي رحيل بلماضي من على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد الإقصاء المبكر للخضر من الدورة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم كان